اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم حبايبنا في حلقة جديدة النهاردة من قناتكم أرياف ومدن. طريقتنا النهاردة بقى في إزالة الوبر من الملابس أو الملايات أو أي حاجة عندك طبعا. هدوم الشتا كلها بيبقى وبر. الطريقة بتاعتنا سهلة جدا إن شاء الله تعجبك، وكمان الأدوات اللي احنا هنستخدمها معانا موجودة في كل بيت. زي ما احنا شايفين البيسبول بتاعنا أو التيشيرت عندنا موبّر خالص من الكمام بالذات يعني. هنشوف بقى مع بعض إزاي هنشيل الوبر ده في ثواني مع بعض بدون ما نستخدم أي حاجة بنشتريها من برّه. طبعًا في بدايل كتير أوي لإزالة الوبر من الملابس، ف أنا جرّبت الطريقة دي حلوة جدًا بصراحة. ال الشفرات اللي معانا هنستخدمها طبعًا. الشفرات اللي معانا في منها الحريمي وفي منها الرجالي. هنستخدم الاتنين مع بعض ونشوف أنهي واحدة عجبتني. دي بقى الرجالي زي ما احنا شايفين كده، شفرة قديمة عندك استخدميها هتشتغل معاكي زي الفل. وكمان الشفرة الحريمي كمان، هنستخدم الاتنين مع بعض ونشوف أي واحدة يعني عملت معايا بسرعة وأنهي واحدة حافظت لي على التيشيرت. طبعا في طبعا المكنة بتاعت إزالة الوبر دي موجودة طبعا في الأسواق حاليا، تتراوح من 150 ل200 جنيه سعرها. انتي لو مش حابة بقى تشتري المكنة دي، فاحنا عندنا الشفرات في البيت فهنستخدمها مع بعض. حبيت اعمل لكم زوم كده علشان نشوف الوبر واحنا بنشيله بالشفرة الرجالي معانا. شايفين الوبر بيطلع معايا في ثواني. الموضوع سهل جدا جدا. ملابس الشتا دايما بيبقى فيها الوبر ده، وبنضطر نرمي الهدوم بقى كتير جدا عندنا بسبب الوبر ده، بيبقى شكلها مش لطيف خالص. ابدأي بقى نضفي الشفرات وانتي بتستخدمي كده بأي فرشة عندك، حتى لو فرشة أسنان في أو تشيلي بإيدك كده خفيف كده، بس حسبي لا تعوري نفسك. زي ما احنا شايفين كده الوبر بيطلع معايا سحر يا جماعة. دي بقى الشفرة الرجالي اللي معانا. في طرق كتير جدا جدا لإزالة الوبر من الملابس. في طبعا الحجر الخفاف، وفي كمان في ناس بيجيبوا البلاستر العريض ده وبيستخدموه برضه بيلزقوه بيشيلوه بسرعة. بس طبعا الطريقة دي سهلة جدا وسريعة معاكي. وعايزة اقول لكم كمان يعني وانتي بتشتغلي بالشفرات يعني بالراحة علشان التيشيرت بتاعك او الهدوم بتاعتك ما تتقطعش معاكي. يعني نشتغل بالراحة كده والدنيا هتبقى كويسة معاكي ان شاء الله. شايفين بقى الوبر بيطلع معايا سحر يا جماعة. حابة تشتري بقى المكنة اللي هي بتاعت إزالة الوبر دي، حلوة جدا برضو، ناس كتير أوي بتشكر فيها. وزي ما قلت لكم ان هي سعرها بيتراوح من 150 ل200 جنيه حسب المكان اللي انت جايبه منه. تعالوا بقى نستخدم الشفرة الحريمي ونشوف هتطلع معانا الوبر ازاي. شايفين الوبر معايا؟ يلا بينا. حلوة جدا برضو، بس عجبتني الشفرة الرجالي اكتر، يعني سريعة كده في نفسها وانجزت معايا الموضوع بسرعة جدا. الموضوع مش هيتوقف على التيشيرت بس او اي حاجة. انت ممكن عندك انتي ممكن تنسي منديل في الهدوم، فالهدوم عندك تطلع كلها وبر مناديل كده. استخدمي نفس الطريقة ايا كان الملابس اللي ماسك فيها الوبر ده، مناديل بقى او وبر من الملابس التقيلة. استخدمي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك جدا. طريقة حلوة وسهلة وسريعة. حبيت افيدكم بيها النهاردة بقى، ونشوف مع بعض ازاي نستخدم الشفرات النسائي او الرجالي في ازالة الوبر عندنا. بس للأمانة أنا حبيت الشفرة الرجالي أكتر علشان أنجزت معايا الموضوع بسرعة جدا. يعني بصوا، يعني حاجة سهلة وسريعة بصراحة. هحاول برضو أستخدم الطرق التانية، أنا ما جربتهاش للأمانة لكن شفتها، اللي هو موضوع الحجر الخفاف وكمان البلاستر وفرشة الأسنان وحاجات كتير جدا جدا. بدايل للمكنة بتاعت إزالة الوبر. شايفين بقى التيشيرت عندي رجع جديد ازاي وبقى زي الفل معايا. زي ما قلت لكم بنحاول نشيل الوبر من الشفرة علشان تبدأ تشيل معايا تاني بسرعة. اي فرشة اسنان عندك قديمة كده ابدأي نضفي بيها الشفرة بتاعتنا.
لو أول مرة تشوفي قناتنا أرياف ومدن، اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وقوليلنا كمان الطريقة اللي انتي بتزيلي بيها الوبر من الملابس أو الملايات أو أي حاجة عندك فيها وبر. ابدأي اكتبي لنا بقى في التعليقات تحت الفيديو طريقة استخدامك بتكون ايه، أو بتستخدمي ايه لإزالة الوبر ده. شايفين بقى يا بنات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، السرعة ونتيجة مبهرة بصراحة. ناس كتير قوي بترمي الهدوم علشان خاطر الوبرة دي، او مثلا نسينا منديل في الغسالة واحنا بنغسل الهدوم، فطبعا وخصوصا بقى الملابس الغامقة، يا سلام لو نسيتي منديل مع ملابس غامقة وبدأت الدنيا معاكي. ناس كتير قوي بترمي الهدوم بسبب الموقف ده. لا، ما ترميش حاجة بقى من هنا وجاي. وكمان استخدمي الشفرة دي حلوة قوي قوي، او البلاستر هيكون حلو جدا في المناديل، لان المناديل خفيفة وهتبدأ تشيل معاكي بسرعة. هجربها معاكم ان شاء الله في حلقة منفصلة. بس طبعا حبيت بقى اصور لكم التجربة بتاعتي. مكنتش ناوية اصور بصراحة، بس قلت هحب افيد الناس باي حاجة تفيدهم يعني. اتمنى النهاردة الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيكم. وهنكمل مع بعض الفيديو علشان نشوف التيشيرت في الاخر هيكون عامل ازاي. احنا شفناه في الاول الوبرة عاملة ازاي في الكمام بالذات. هنبدأ بقى نلف التيشيرت بتاعنا. هو عندي في الكمام بس، ممكن يكون علشان اللون مختلف او الحركة كلها بتبقى في الدراع يعني، مش عارفة بصراحة. بس باقي التيشيرت ما فيهوش اي حاجة غير عندي الكمام بس هي اللي وبرت. وتقريبا من اول لبسة يعني الوبر ده ظهر من اول لبسة، وبعد ما اتغسل كمان ظهر اكتر. فجربي الطريقة دي وان شاء الله بإذن الله هتعجبك. هسيبكم بقى تستكملوا الفيديو، ويا رب الحلقة تعجبكم. بشكركم، شكرا ليكم، سلام عليكم. هستنى كمان كومنتاتكم على الفيديو. بشكركم، شكرا ليكم، سلام عليكم، مع السلامة.